اتعلمت اني افصل حياتي الشخصيه عن حياتي المهنيه. دي حاجه ما جاتش بسهوله، لان كلنا عندنا مشاكل شخصيه، بس مجرد ما انك توصل او تلبس اليونيفورم انت مضطر ومطلوب منك كتير انك تأدي الخدمه عشان الزبون اللي جالك مره مبدئيا تكسب منه علاقه، تاني حاجه يجي تاني بيسال عنك انت، وتالت حاجه هو لازم يكون مبسوط ومبتسم، رابع حاجه لما يمشي يسيب لك فلوس او مو التبس، لان الهوسبيتاليتي كلها معروف ان هي بتعتمد اعتماد كبير على التبس. دي نقطه مهمه، انك تفصل حياتك المهنيه عن حياتك الشخصيه. كلنا عندنا مشاكل وما بنخلاش من مشاكل دي، محتاجه شغل كتير على نفسك، بتجيش بسهوله. سابع حاجه هي العلاقات والكونكشن، انت بتقابل ناس من كل طبقات المجتمع، بتتعلم كتير عن الناس، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيتكلموا مع بعض ازاي، بيخرجوا ازاي، مقابلات للشغل ومقابلات حب، مقابلات اجتماعيه، مقابلات صحاب، مقابلات للفن، كل ده انت بتتعلم عنه ببلاش. الزبون بيجي لك لحد عندك وانت ما عليك غير انك انت بتقدم له سيرفيس، في نفس الوقت بتتعلم منه حاجات كتير. فده انا اتعلمت منه كتير. المظهر الخارجي بتاعك، كلنا عارفين ان السياحه بتقدم خدمه للناس وفي نفس الوقت واجهه للمكان اللي انت بتشتغل فيه. ده عامه مش بس في الهوسبيتاليتي، بس الهوسبيتاليتي كيس كتير في النقطه دي، وهي نقطه المظهر الخارجي. انت بتقدم شخصيتك. 9 التعلم المستمر. دايما بتقابل ناس كتير زي ما اتكلمت قبل كده، فبتقابل ناس عندهم خبرات مختلفه، بتتعامل معاهم، بتكلمهم، المواضيع بتتفتح لوحدها على حسب امكانياتك وامكانيه انك خاصه في المطاعم انت بتقابل ناس حقيقي بيجوا لك من كل اتجاه، فانت ما عليك غير انك انت ازاي تلاقي المفتاح انك تدخل تتكلم مع الناس دي وتبني علاقه، وعلى الاقل لو عندك سؤال ممكن تساله. وعاشر واخر نقطه في الفيديو وهي اللغه. كلنا عارفين عن الهوسبيتاليتي، كلنا عارفين عن الهوسبيتاليتي والمطاعم، خاصة الفنادق سواء في شرم الشيخ أو في دبي، الغردقة أو أيا كان الأماكن اللي أنت بتشتغل فيها بتعتمد على الأجانب. هم بيقولك من كل أنحاء العالم، عادات وتقاليد مختلفة، بيقولك بلغات مختلفة، عشان تتواصل معاهم وتكسب منهم كتير فأنت بتضطر غصب عنك إنك على الأقل لو هتلقط كلمة من هنا وكلمة من هنا وتتعلم وتضيف لنفسك كتير. ولو أنت حابب اللغة بتزود لك الباشن بتاعك عشان تتعلم عن اللغة دي كتير، فبتبذل مجهود أكتر، بتلاقي نفسك أوتوماتيك بتتكلم اللغة وأنت بتمارس الحياة العادية. واهم حاجه هي اللغه الانجليزيه، لان هي كل العالم بيتواصل بيها، وهي دي اللغه الاساسيه اللي الكل بيبقى مركز فيها. الممارسه ببلاش. دي كانت اهم النقط، رب تعجبكم. اخيرا ما تنساش تعمل لايك او تكتب كومنت صغير بسؤال او حاجه عجبتك او تحب تسالني فيها. اكيد ما تنساش تبعت الفيديو ده لاي حد ممكن يستفاد منه. يومكم سعيد.